كبير ومش عارف ايه والجو ده. يا عم لا، شخص عاش بعدم 2 قلب. وده يخليك تسالني انهي فيهم اللي بيضخ الدم، وانهي اللي بيوصل بالشرايين، وانهي الاساسي، وانهي اللي تيشرت، وازاي اصلا في واحد تيشرت؟ يعني هو يقعد على الدكه ولما التاني يتعب هو يسخن وينزل ولا ايه؟ مش فاهم. يا عم هحكي لك. القصه كلها بدات لما الطفله اتولدت بقلب ضعيف مش قادر يضخ دم بالمعدل المطلوب، وطبعا الطفله دي فضلت تعاني كتير لحد ما لقت متبرع بقلب. وهنا ابتدت القصه. لما راحت تعمل عمليه زرع قلب، قرر الدكتور المسؤول انه ياخد قرار غريب جدا، وانه بدل ما يستأصل البايظ ويحط السليم، لا، قرر انه يحط الاثنين جنب بعض. ايوه زي ما سمعت كده. استنى يا نجم، القصه لسه ما خلصتش. بعد 10 سنين بحالهم البنت دي تعبت تاني، حصل شويه مشاكل صغيره، فلما راحت كشفت على قلبها اكتشفت حاجتين. الحاجه الاولى ان جهاز المناعه خصوصا خلايا اسمها تي سي بدات تهاجم العضو الجديد. لكن اللي مش منطقي خالص خالص باي شكل من الاشكال ان القلب القديم البايظ يرجع يشتغل تاني. وهنا الدكتور اللي عمل العمليه الاولانيه كان للاسف اعتزل الجراحه، وهنا كان لازم يرجع تاني عشان هو صاحب الافتكاسه الطبيه دي، فرجع من الاعتزال وشال القلب المزروع ووصل الشرايين بالقلب القديم، ونجحت العمليه نجاح كلي. وكان تعليق الدكتور على الحته دي ان قلب بايظ يرجع يشتغل تاني اشبه بالسحر، وقال ان ده معجزه. الحقيقه ان الدكتور ده هو المعجزه، هو صاحب الفكره المجنونه اللي سبقت عصرها، وحاليا بتدرس في كل كليات الطب على مستوى العالم. ايوه مفيش غيره، هو اللي جه في بالك، هو الايقونه الفريده من نوعها، هو التجسيد الفعلي لمعنى الانسانيه، هو العبقري ماي رول موديل سير مجدي يعقوب. ما تنساش لو جديده قول جديده، ولو قديمه ادي الابديت، وافتكر دايما ان كيرلو جيناوي بيخلي العلم في الاخر.